السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحب الحكاية النهاردة بيعرض لنا مشكلته، بيقول: أنا حطيت كاميرا لمراتي في غرفة النوم، بس اللي شفته بتعمله مع أمي كارثة بمعنى الكلمة. فضلا وليس أمرا، قبل سماع الفيديو دعمونا باللايك في القناة والاشتراك وتفعيل الجرس واضغطوا على علامة الكل عشان خاطر يصلكم مننا كل جديد. صاحب الحكاية بيقول: أنا اتربيت يتيم أنا وأختي. أمي اترملت علينا وهي عندها 30 سنة. أختي تعتبر هي الأكبر مني، يعني أنا دلوقتي حاليا عندي 28 سنة، ده في فترة ما كنت لسه عازب. اللي حصل إن أختي الكبيرة اتجوزت قبل مني، وبعدين أنا طبعا لما خلصت الجامعة وسافرت عشان أكون نفسي، كانت أمي في الوقت ده تعبانة من أيام أبويا قبل ما يتوفى، كان عندها تعب اللي هو النسيان أو الزهايمر، كان لسه في بوادقه كده. لما أنا أختي اتجوزت، وطبعا وهي نفس البلد اللي احنا فيها، وانا خلصت جيشي وانا عندي 23 سنة 24 سنة وسافرت عشان اكون نفسي عشان اخطب واتجوز، كان في الوقت ده عمري 28 سنة لما رحت ارتبط ببنت كويسة ومتدينة ومحترمة وبنت اصول. لما اختي اتجوزت طبعا وامي فضلت وحدانية، قالت لي انا هاخد ماما تعيش معايا. امي قعدت مع اختي 3 سنين، الفترة اللي انا اتغربت فيهم. بس لاحظت ان اختي لما انا نزلت عشان خلاص اخطب واتجوز مرة واحدة، وسبحان الله لما نزلت من السفر قلت خلاص انا كده كده ربنا رزقني في ال3 سنين دول بخير، اخطب واتجوز، ويا ريت ربنا يقدرني اخطب واحدة يكون حالتهم يعني مستعدة ان هم يجهزوها، وادخل على طول ما انا شقتي مشطبها وموضبها في بيت العيلة. المهم من هنا دورت على عروسة، وجوم ناس ولاد حلال رشحولي اللي هي زوجتي، وقالوا لي بنت كويسة ومتدينة ومحجبة وجامعية وكويسة وقريبها ناس مستورين يعني كويسين. رحت اتقدمت لها. من هنا طبعا انا قررت ان انا خلاص 3 سنين دول انا اتكونت فيهم نفسي وعملت شقتي وجبت جوازتي، وجبت كمان حاجة اعمل عليها كمشروع، يعني جبت عربية كده اشتغل عليها زي اوبر كده توصيل وكلام من ده. كان ده هدفي في الحياة، عشان ما اسيبش امي متبهدلة مع اختي، او مثلا انا ابنها اولى بيها ان هي تعيش معايا. المهم لما رحت اتقدمت للعروسه وقلت لاهلها انا يتيم ومليش الا امي، واختي ليا اختي اتجوزت وكده، وحاليا امي عايشه مع اختي بقالها 3 سنين، فانا دلوقتي نازل عشان السفر، نازل عشان اتجوز وكده وافتح بيت، وساعتها اقدر ان انا اعول امي لان هي لها الاولويه ان انا اشيلها عن جوز اختي. المهم اهل البنت وافقوا ورحبوا وقالوا اللي ليه خير في امه ليه خير في بنتنا، واحنا بنحترمك يا ابني ونقدرك وانت فعلا ابن حلال. فوافقوا على طول. بس قلت لهم انا يعني جاهز ومستعد للجواز. قالوا لي واحنا الحمد لله بنتنا من ايام ما كانت في الجامعه كنا بنجيب لها رفايعها وحاجتها اللي هي بتاعه الجهاز، ما عادش الا حاجات بسيطه اللي هي الكماليات التقيله والادوات الكهربائيه والحاجات اللي هي المفروشات والنجف والحاجات دي، ما بياخدوش يومين كده ونخلص. المهم اتفقت مع حماية ان احنا 3 شهور كده ونقوم بالجواز. المهم من هنا خلاص اتفقنا وعملنا تجهيزات الفرح، وانا جهزت كل حاجة وهم جهزوا فعلا، وفرشنا الشقة وحددنا ميعاد الفرح واتجوزنا. لما اتجوزنا طبعا كان بالنسبه لي امي، يعني بالنسبه لي امي قاعده عند اختي وما اعرفش عن وضعها حاجه، يعني اختي ما بتشتكيش من اي شيء، بس انا اللي كنت يعني ناويله ان انا اخدها بس ما نقدم شويه في الجواز، بالنسبه ان لسه مراتي عروسه، فمش عايز يعني افرض عليها امي ان هي تعيش معاها وتخدمها وتراعيها، بالنسبه ان امي حالتها سائد جدا في الفتره اللي انا سافرتها، وبقى عندها حته النسيان ده جامد قوي. يعني ساعات اختي ساعات تقول لي امك النهارده ضحكتني، ده انا كنت مغدياها وغسلالها، والاقيها بتزعقلي تقول لي انت سايباني من غير اكل من بقالك يومين وما اكلتنيش، يعني حتى الاكل بتنساه. فطبعا عشان بنت الناس برضو لسه عروسه جديده، فمش عايزه ابدا معاها ان افرض عليها امي كده في يوم وليله. قلت خلاص لما جوازنا يقدم شويه وكده. بس اللي لاحظته من اختي ان دايما بتكلمني نفسيتها وحشه وكانها معيطه وكانها متضايقه من اي حاجه، وهي عمرها ما اشتكت لي من اي شيء. بس انا اللي نبشتها كده وقلت لها بقول لك ايه، انت زعلانه من حاجه؟
قالت لي لا مفيش زعل ولا حاجه. قلت لها طيب جوزك مزعلك، متضايقه من شيء؟ انا حاسه ان انت جواكي حاجه ومش راضيه تتكلمي. قالت له ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه، انا اللي بس صوتي تعبانك مني، عندي برد. قلت لها لا انا حاسه ان انت موضوع امك زاد عن حده منها عندك، واكيد جوزك اتقل منها. انا بقالي فتره ملاحظ كده ان انت متغيره. لقيتها بتقول لي يعني هرم امي، يعني هسيبها امي؟ انا اولى بيها ان انا اخدمها وراعيها زي ما هي رعتني وكبرتني واعطتني عمرها، لازم ان انا ارد الجميل، وانا مهما ان ردت الجميل مش هوفي اي حاجه من اللي هي تعبتها معايا. فانا مش هرم امي، هو حر يزعل ما يزعلش، انا مش هرم امي. فساعتها عرفت ان انا فعلا كان شك على محله، وان هي اكتر مشاكلها او اكتر تغييرها النفسي بسبب ان هي امي عندها عايشه، واكيد جوزها متقل من وجود حماته عنده. رغم ان امي الحمد لله معاشها كبير، وابويا كان اصلا موظف بنك وكان مرتبه عالي، ولما مات وتوفى يعني كان لسه في كام و40 سنة، بس حاليا معاشه كبير جدا، يعني مش محتاجة لا لبنتها ولا لجوز بنتها. بس طبعا انا ما اقدرش الومه، لان مهما كان، لان هو برضو مش ابنها ومن بطنها مثلا، ده هو برضو مجرد جوز بنت، فهو مش مفروض عليه ان هو يشيل حماته. انا اللي عليا المسؤولية ان انا اشيل امي واكون بر فيها، لان انا ابنها. المهم كان عدى على جوازنا انا ومراتي سنة، وكان في الوقت ده يعني حامل في 4 شهور كده. في الحمل الاول قلت لاختي خلاص انا هاجي اخد امي، بس اهيئ الموضوع لجهان مراتي. المهم اتكلمت مع مراتي وقلت لها ده الواحد خايف من الكبر والعجز. قالت لي ازاي يعني؟ قلت لها الكبر والعجز مذله، تخيلي كده لما نكبر انا وانتي ونبقى عاجزين ونكون تعبانين كده، وسبحان الله نتحوج لولادنا وولادنا يرمونا او يقسوا علينا. لقيتها بتقول لي حرام عليك بتقول كده ليه؟ ربنا ما يحوجناش لحد ولا يكسر لنا نفس لحد ولا يحوجنا حتى لولادنا، ويدينا الصحه ونموت واحنا بصحتنا، ما نرقدش في الفرشه ونتذلل لحد. قلت لها بس فرضا لو لا قدر الله حصل كده ولقيتي نفسك في يوم من الايام محتاجه ابنك يراعيكي عشان كبر السن وكده، مش ممكن ده جايز؟ قامت قايله اكيد السن له حكمه. طب لو ابنك عاملك وحش او رماكي ساعتها هيبقى رد فعلك ايه؟ قالت له وانا يعني احسب للبلاء قبل وقوعه ليه؟ ربنا يجعل ولادنا وذريتنا من البرين فينا. قلت لها بس معلش برضو، يعني الواحد برضو لازم يحس بالايام دي ويعمل حساب للكبر. انا بصراحة عايزة اجي معاكي دغري. قالت لي اتكلم. قلت لها انا امي دلوقتي بقالها اكتر من 8 سنين او 7 سنين عند اختي وجوزها شايلها، وبصراحة جوز اختي برضو مش اولى بيها، الاولى بيها ابنها. قامت رد عليها قامت قايله لي مش فاهمه. قلت له فقلت لها يا بنت الناس، يعني اختي دلوقتي شايله امها بقالها 7 سنين من ايام ما كانت لسه متجوزه جديد، وخلاص بقى حان الوقت ان انا دلوقتي بقى ليا بيت وليا زوجه وكده، ان انا اكرم امي واجيبها عندي. فايه المانع ان انا اجيبها هنا؟ لقيتها وشها غير كده ووشها قلب الوان، ولقيتها بتقول لي يعني انت عايز تجيب امك هنا؟ ده احنا متجوزين بقالنا سنه وتخليني اشتغل لها ممرضه؟ اللي انا اعرفه لما بزور امك ان هي بتنسى وبتعذب اختك في الاكل وبتعذب اختك في الدواء بتاعها ومبهدلاها، بس هي بنتها تتحملها، لكن انت هتجبرني ان انا اتحمل امك؟ قال يعني انا ارميها لجوز البنت يبهدلها، او ان هو مبقاش متحملها وبيت ابنها مفتوح وموجود؟ وكمان ده بيتها، احنا عايشين في خيرها. البيت اللي احنا قاعدين فيه ده بقى، البيت اللي احنا قاعدين فيه ده بتاع امي وبتاع ابويا، يعني انا مش ساكن بره، كفايه ان انا قاعد في خيرها وبيتها. الاولى ان هي تعمر شقتها اللي تحت دي بدل ما هي مهجوره واحنا نراعيها، ولا الاولى ان جوز اختي هو اللي يتحملها وابنها عايش؟ المهم قمت قايله له لقيتها ردت عليا وقمت قايله لي والله بقى انا ما بقتش عارفه اعمل لك ايه. طب انا لسه حامل جديد ومش عارفه اشيل حملي بقى وانا لسه بكر، ولا انا هقعد اخدم امك؟ انت عايز الحمل اللي بطني يسقط؟ انا مش قد مسؤوليه حمل ومسؤوليه بيتك ومسؤوليه طلباتك وطلبات امك، ومامتك عايزه واحده ممرضه ثابته تكون هي عايشه مقيمه معاها. المهم من هنا قلت لها طب والحل ايه؟ قالت لي ما اعرفش، حلها انت واختك بقى. فالمهم اتكلمت مع اختي وحكيت لها، قالت له لقيتها ردت عليا اختي قالت لي ما ينفعش دلوقتي حاليا ان مراتك تشيل امك، انت عارف ان هي حامل جديد في 4 شهور والحمل بتاعها صعب، وطبعا امك عايزه اللي يخدمها. هي حقيقة ماما بتخش الحمام لوحدها الحمد لله، مش راقده ولا عاجزه، بس فكره النسيان بتاعها ده اللي بيتعب شويه، لان ساعات بتتعصب، ساعات بتنسى حاجات، ساعات بتعمل لها حاجات وتقولك انت ما عملتهاش. فطبعا مراتك
مش في حمل من ناحية. لما تبقى تولد بالسلامة وربنا يعوض عليها، يبقى ساعتها خدها عندك، وهي هتبقى برضو، انا برضو هبقى اجي اشيل مسؤوليتها مع مراتك. هبقى اجي مادام جوزي مش عايزها عنده، هو مش هيمنعني ان انا اجي لامي لو 3 مرات في الاسبوع اغسل لها واحميها واكلها بايدي واغسل لها هدومها كمان. يعني ايدي هتبقى بايد مراتك، مش هسيبها لوحدها. بس هو مجرد بس ان مامتنا تبقى اقامه عندك عشان جوزي مش متحملها. قلت لها طب خلاص ان شاء الله يكمل الحمل على خير، وبعد كده نتصرف. المهم شويه كده، بعد كام يوم كده، اسبوع و2 كده، لقيت اختي بترن عليا بتقول لي انا والله محروجه منك، مش عارفه اقول لك ايه، جوزي حالف عليا بالطلاق لنا لامك في البيت ومش عارفه اعمل ايه. انا والله كنت محروجه، بس مش عارفه، كان لازم ان انا اكلمك. جوزي بصراحه يعني مش متحمل ماما خالص، ومتغير بقاله اكتر من سنه، فانا مش عارفه اعمل ايه ولا احلها ازاي. ساعتها طبعا ما اقدرش اتردد، كان في الوقت ده مراتي حامل في 5 شهور، يعني كان عدى عن الكلام 5 شهور لما انا كلمتها على ان امي تيجي. وهي طبعا اختي قالت لي لا، لما مراتك تولد بالسلامه ساعتها اقدر ان تقدر ساعتها تاخد امك، ما تشيلهاش اكتر من مسؤوليه لان الحمل بتاعها صعب. المهم كانت مراتي في الوقت ده عندها 5 شهور، ورحت جبت حامل في 5 شهور، ورحت فعلا جبت والدتي وجبت شنطه هدومها وعلاجها وجبتها وجيت. امي طبعا بتمشي وتتحرك وصحتها بسم الله ما شاء الله جميله، بس هي مشكلتها ان هي يعني عندها زهايمر صعب جدا 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 جدا. يعني لو انت سبت لها العلاج تاخده، ممكن تاخده اكتر من مره لانها بتنسى ان هي خدته. فكان لازم حد يراعيها بما يرضي الله وينتبه لعلاجها. المهم ان انا لما جبت امي للبيت وقمت قلت لمراتي معلش انا عارف ان انا متقل عليكي، بس انا هبقى برضو على قد ما انا بشتغل برضو على العربيه بتاعت اوبر، على قد ما انا برضو هوفق وقت ان انا برضو اكون معاكي في مساعده خدمه امي. لقيتها بتقول لي برضو انت عملت اللي في دماغك وجبت والدتك هنا. قلت لها مفيش مشكله، هي امي، وكمان جوز اختي حلف على مراته علاقتي ان هي ما تقعدش امي عندها. طيب ارماها في دار مسنينه ولا ارماها فين؟ وبيتها مفتوح لها وبيتها موجود. المهم قالت لي خلاص مش مشكله خليها. المهم طبعا كان عنده غرفة أطفال جديدة أمي أقامت فيها، وبعد كده يعني بدأت إن هي تعمل الأكل ليا ولأمي. وأنا لما أجي آكل فترة الغدا، لما كنت باجي على ميعاد الغدا كنت أقول لها حط لماما الأكل وأنا أطعمها وأكلها. طبعا أمي بتنسى وعندها دور اللي هو الرعاش ده، يعني ما بتتحكمش في مسكة المعلقة قوي، لازم تبقى حاطط لها مفرش كده على أساس إن هي توقع عليه. انا بقيت اكل امي بايدي عشان خاطر برضو مراتي ما تتقلش منها. بس اللي اكتشفته بعد كده، بعد ما امي قعدت شهر، كانت مراتي بتتظاهر لي ان هي بتعامل امي كويس جدا، وان هي بتعاملها بما يرضي الله، وان هي بتديلها علاجها في ميعاده، وان هي كرماها. وامي عشان بتنسى ما كانتش بتحكي او بتشكي من اي حاجه. ازل من ان انا اقول لها انت عامله ايه يا امي، تقول لي تمام. كلتي يا امي؟ لا ما كلتش. تقول لي يعني انا هكدب عليك، انا اكلتها. فانا مش شايف حاجه بعيني، بس الحاجه الوحيده والكارثه اللي خلتني احط لها كاميرا لما لقيت امي ايديها فيها كدمات، وان هي كانت بتقول لي كتفي بيوجعني قوي يا ابني. قلت لها طب هاتي يا امي مرهم العظم اما انا ادعك لك ادلك لك يعني كتفك واحط لك مرهم اللي هو بتاع المسكن للالم ده. انا ببص على كتف امي لقيته ازرق كله كدمات. الكدمات دي منين وجايه امتى؟ ده امي معلش بقالها شهر قاعده عندي مقيمه. يعني لو كانت من اختي او من جوز اختي ما كانش برضو كان زمان الاثر ده راح، لان كدمات باين عليها ان جديده، لانها فيها زرق وبعض نقط حمراء كده، يعني لسه محمريه، معنى كده ان الكدمه دي جديده. ده بعمل ايه؟ طبعا شكوكي قتلتني. قلت اعمل ايه؟ رحت طلبت كاميرا من موقع كده بيبيعوا كاميرات زي الاكسسوار كده، ما بتبقاش متلاحظه ان هي كاميرا عامله زي الاباجور او الحته الديكور الصغير كده. المهم طلبت كاميرا وقمت حطيتها في منطقه كده يعني مخفيه كده، جايبه سرير امي واوضه النوم، من يعني السرير كامل كده وخلفيه اوضه النوم، حطيت كمان لها خلفيه المرايه اللي بتجيب باب اوضه النوم. المهم ان انا اتركبت الموضوع بتاع امي، قلت اراقب مراتي. طبعا انا طول اليوم ببقى بره مش شايف حاجه، ايه اللي بيتم لامي، ايه اللي بيحصل معاها، انا مش شايف لاني بشتغل ارزاقي على العربيه زي ما انتوا عارفين. المهم لما حطيت كاميرا من هنا ووصلتها طبعا بالنت وعلى تليفوني، شفت مراتي بتعمل مع امي كارثه. بتاكلها
بتحط لها كده زي مفرش كده على رقبتها، زي فوطه كده، وبتاكلها وهي طول ما بتاكلها بتضربها بالاقلام، بتقول لها بلعي قرفتيني ربنا ياخدك، انت جيتي اترميتي لي من اي داهيه، انت بتلاقي عليا، انا خلاص قرفت منك يا شيخه موتي بقى وريحينا. وبتضرب امي بالاقلام عشان لو وقعت اكل غصب عنها، وبتضرب كمان تكسع في كتفها كده وهي بتدي العلاج. لما امي تقول لها انا مش عايزه العلاج بيوجع معدتي، سيبيني اريح النهارده، تقول لها هتاخدي العلاج ولا تنضربي بالاقلام تاني، وبتكسح في كتفها كده يعني بقوه عشان تاخد العلاج. امي بتعيط زي الاطفال، شفتها في الكاميرا وبتعيط وبتنزل من بقها زي الرياله بتاعت اطفال، زي ما انتم فاهمين، هي سنها برضو كبير، عندها 63 سنه. بتضربها كده فبتعيط وبتريل كده، تقول لها كمان بتريلي، تقوم لطشها بالاقلام. انا شفت الموضوع ده طبعا قلبي اتقطع من جوه، وقلت طب يا ترى هي بتعمل كده مثلا النهارده عشان مضغوطه من موضوع ان هي حامل ودخلت في الشهر السادس وكده وضغط الحمل، ولا هي مع امي طول الشهر اللي كانت امي قاعداه الفتره اللي فاتت. قلت اتابعها كمان. تاني يوم لقيتها بتعمل نفس الموضوع، يعني كل المعامله بتتكرر على طول على مدار اليوم. المهم انا في الوقت ده لما هي وافقت ان هي امي تقعد معاها وسيستني، في خلال الشهر ده كنت براضي امها، وكنت ببعت لها هدايا، وكنت ببعت لها فاكهه وحلويات، وكنت بحاول ان انا ابين لمراتي ان انت زي ما انت اكرمت امي ووافقت ان هي تقعد معاكي، انا هكرم اهلك وهكرم امك وابوكي. وبصراحه كنتش بقصر معاهم في حاجه، ولو حماتي طلبتني في نص الليل اجيب لها اي حاجه او تعبانه واديها للدكتور، كنت بجري بالعربيه واخدمها واعمل لها اللازم اكراما لزوجتي اللي شايله امي. فاهل مراتي في الفتره دي كانوا بيحبوني جدا، لانه عارفين ان انا بقدرهم وبعمل لهم الغالي كله، ومش بسيب جهد عن جهد ليهم. وده كان اكراما لبنتهم اللي شايله عن اختي خدمه امي. لكن اللي انا اكتشفته ان مراتي فيها جبروت شيطاني، ان مراتي بتعامل الحسنه بالسيئه، بتضرب امي، بتهينها، بتشتمها، تقول لها موتي وريحينا، بتدعي عليها. طبعا انا لما شفت فيديو 2 و3 بالطريقه دي خلاص ما عادش عندي استعداد ان انا افضل اصبر قبل اكتر من كده، يعني اسيبها لما تموت امي. خدت الفيديوهات ورحت طلعت على قرايبها وقلت لهم انتوا شفتوا مني حاجه وحشه؟ قالوا لي لا بالعكس يا ابني، انت بقالك سنه وكام شهر معانا، هو زي الفل معانا وبتعاملنا احسن من ابننا، حتى ما بتاثرش معانا في اي واجبات. طيب يرضكوا اللي بنتكم بتعمله مع امي ده؟ وكنت مسجل لها اكتر من 3 فيديوهات شافوه. لا لقيت حماتي بتقول لا حرام، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بنتي، ازاي تعملي في حماتك كده؟ انت بتردي الواجب بالاساءه، ده جوزك مش مخلي جهد عن جهد لينا في حاجه، وكرمك وجايب لك الغالي كله ومراضينا ومراضيكي. لا انا ما اقبلش يا ابني، انا هربيها، وانا لما اشوفها هضربها بالاقلام على وشها زي ما ضربت حماتها، حقك علينا يا ابني، عيله ومش فاهمه حاجه. المهم حمايه رفض اللي بنته بتعمله، الكل قبل، يعني ما قبلش غلطها، وقال لي لا دي هي حقها تتحاسب وتنضرب على كده، لا احنا ما ربناهاش على القسوه دي، ازاي ان هي تعمل في امك كده؟ احنا ما نرضاهاش يا ابني، احنا هنيجي معاك، وهي تربيتها وادبها مننا احنا. المهم من هنا امي عارفه ان هي مسكينه وغلبانه وبتنسى، يعني هي لو ضربتها حتى بالكرباج ممكن بعد ما تنضرب تنسى، هي بتنسى اصلا الاكل وبتنسى العلاج اللي هي خدته، ازاي تفتكر المأساة اللي هي عايشاها مع مرات ابنها. المهم لما انا روحت قلت لهم لا ما تجوش وخلاص، انا هروح واشوف رد فعلها ايه لما تشوف الفيديوهات اللي انا مسجلها لها دي. المهم بعدين لما وصلت البيت بقول لها امي عامله ايه؟ قالت لي تمام. كلت طبعا، كلت، هو انا هسيبها من غير اكل؟ خدت علاجها طبعا، هو انا ليا بركه اللي هي؟ قلت لها طب تعالي بقى انا عايزه اوريكي مفاجاه حلوه انا محضرها لك. هي طبعا كالعاده كنت براضيها واجيب لها هدايا عشان هي بتكرم امي، عشان تصبر على حال امي وكده. المهم فتحت الاستوديو بتاع التليفون وقلت لها شوفي الفيديوهات دي ايه رايك فيها؟ قالت له انت بتراقبني؟ لقيتها بترد عليا انت بتراقبني؟ انت بتجسس عليا؟ انا مش ملزومه ان انا اخدم امك، انا مش ملزمه اختك تعمل لها، لكن انا ما اعملهاش، مش كفايه ان هي مأيداني؟ لا بتخليني اروح هنا ولا اجي هنا، وعامله زي الممرضه ليها، ربنا ياخدها ويريحنا منها. ساعتها انا ما تقبلتش كلامها وقلت لها انت ما تلزمنيش. طبعا قريبها جم ومامتها واخواتها والدنيا اتقلبت عليها، وانت غلطانه، وازاي تعاملي بنت مرات، يعني تعاملي حماتك كده بالطريقه ديت؟ انت ما عندكيش قلب، يعني انت لما تعملها بما يرضي الله يقعد لك، ده حماتك، ولو دعت عليكي دعوتها للسماء مش زي الام بتستغفر.
قالت لهم انا دي حياتي، عايزني لوحدي، انا مش ملزمه بامه. يوديها دار مسنين، يوديها لاخته، يوديها الجن الازرق، انا مش ملزمه ان انا اخدم امه واعيش معاه خدامه. انا مش ممرضه لحد، انا مش هلتزم طول اليوم وطول النهار اخدم فيها، وانا مش هتربط بيها العمر كله. المهم من هنا طبعا قرايبها مسكوها وشدوا عليها، وباباها ضربها بالقلم وقال لها كده عيب، انت اتحملت القلم ده؟ قالت له انت بتضربني؟ قال لها يعني انت مش متحمله قلم من ابوكي؟ اما كان قلبك بطوعك ازاي ان انت تضربي حماتك اللي عندها 63 سنه؟ ايه الجبروت اللي انت فيه ده يا بنتي؟ انت مش خايفه ربنا؟ مسيرك يا مرات الابن تبقي حما، مش خايفه ربنا لما تبقي في سنها كده تبقي نفس المرض ده وتبقي قاعده عند مرات ابنك يعمل فيكي كده؟ قامت قايله له، لقيتها بترد على ابوها بكل بجاحه بتقول له انا ايه اللي يخليني ازيد نفسي لمرات ابني؟ ربنا يخلي معاشي اعيش واخدم نفسي واعمل نفسي. بس يا بنتي دي ست عاجزه وكبيره وعندها زهايمر، ممكن تولع في نفسها، ممكن تيجي تولع البوتاجاز يعمل فيها مشكله، ممكن تتكهرب، ممكن تنسى علاجها، تاخد اكتر من مره العلاج تموت كانها منتحره. انت ازاي قلبك جاحد كده؟ قلبك جاحد كده. المهم من هنا اهلها قعدوا يتاسفوا لي ويقولوا سامحوني، يعني سامحوا بنتي عشان احنا، طب سامحها عشان احنا ارضاء لنا احنا والله هنشد عليها بس عشان خاطرنا احنا، يعني تحملها، وهي عيله برضو غلطت وهتحس بغلطها، بس انا من جوايا مش متقبلها جدا خالص نهائي. وكان كل زعلي ان انا اللي بيني وبينها حمل دلوقتي بقى في 8 شهور، يعني شهر وهيتولد، ولولا الحمل ده كنت رميت عليها يمين الطلاق. المهم والشيء القدر، يعني بقيت انام في اوضه انا وامي وهي في اوضه، وطلبت من اختي ان هي لو كل يوم تيجي تتابع مامتها في الفطار والغدا والكلام ده، وانا برضو يوم الجمعه كنت بخلي نفسي اجازه اخد امي وافسحها وامشيها واديها علاجها. والشيء الرحمن طبعا انا قطعت مراتي شهر كامل نهائيا، انا من جوايا مش متحملها ومش عايزها ومش طايقها، غصب عني من ساعه ما شفتها بتضرب امي بعنف وبتدعي عليها وبتعاملها وحش. ده الجنه تحت اقدام الامهات. والشيء القدر ان هي لما تيجي تولد ان الجنين ينزل ميت، رغم ان كان قبل ما تولد ب3 ايام الدكتور بيقول لها الجنين بحالة بومب وكويس جدا وحركة الجنين جميلة، وكمان الولادة 100% تبقى طبيعية لان الجنين وضعه تمام. ولما ولدت العيل اللي كانت بتتمناه من الدنيا، لما نزل من بطنها وولد مفيش 5 دقايق والسر الالهي طلع، الدكتور قال لها لا حول الله يا رب، ده كان نازل يعني ما فيهوش اي مشكله ولا اي عيب خلقي ولا اي يعني امراض. ازاي توفى؟ الاعمار بيد الله، البقاء لله. وساعتها عرفت ان ربنا حرمها من اعز ما تملك عشان جت على حماتها وضربتها وبهدلتها، فربنا كان عقابه ليها عقاب شديد. طبعا لما لقت ابنها توفى كده وان هي وصلت ان ربنا عاقبها في اصعب اختبار، ان هي لما تبقى يعني مستنيه او منتظره طفل 9 شهور عشان تشوفه بعينها ازاي هيجي لها حته من تكوينها او من فلذة اكبادها، ان ربنا يحرمها منه كده وهي لسه منتظرة 9 شهور من غير ما يكبر حتى ويبقى قاسي عليها او مش بر فيها، لا ربنا يحرمها من ضناها وهي لسه ما عشرتوش ولا اختارت له اسم في الدنيا. كان عقاب ربنا لها عقاب شديد. طبعا هي لما لقت ان الحمل اللي ولدته الجنين الولد اللي هي كانت منتظرة 9 شهور اتوفى، طبعا حطت في اعتقادها، لان انا طبعا كنت مقصر عنها خالص في خلال الشهر اللي هي فضلت فيه عندي، وكنت عايش خدام تحت رجل امي، وما كنتش بصراحه طايقها ولا عايزها في حياتي. ولولا العيل اللي بيني وبينها انا كنت طلقتها من ساعه ما شفت الفيديوهات دي. المهم طبعا هي لما الجنين مات وكده عرفت ان جوزها هيطلقها، لان طبعا مفيش بينه وبينها اي بر ولا اي كلمه حلوه. ساعتها لما انا دخلت لها غرفه العمليات بعد ما ولدت وكده وما كنتش عارف لسه خبر ان الجنين مات، فبقول لها ولدتي الحمد لله على السلامه، فين ابني اللي انا عايزه اشوفه؟ انا اللي بيني وبينك طفل بس، لكن انا ان شاء الله لما تقومي بالسلامه كده انا هخلص الموضوع ده وكل واحد يروح لحاله، وابني هعرف اربيه بطريقته وهيوصل لي في يوم من الايام برضو، حتى لو كبر هيلف ويدور على ابوه، لكن انتي اللي ملهاش خير في امي ملهاش خير فيا. لقيتها بتقول لي ابنك مين؟ ابنك مات من بعد ما اتولد ب5 دقايق. قلت لها يا انت كريم يا رب، على قد ما انت زعلتيني ان حته مني انا افتقدتها، على قد ما عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى عادل في الدنيا وفي الاخره، ان ربنا يدوقك طعم حرمان الضنا من غير حتى ما يقول لك يا ماما. عرفت ان ربنا
يعني بيحاسب العباد بعملهم. اهو انت اللي عملتيه في امي، لو كانت انت رضيت امي كان ربنا رضاكي. لقيتها بتقول لي طب سامحني عشان خاطري، وعشان خاطري انا خلاص ربنا عاقبني في الدنيا، وانا هعملها بما يرضي الله، وانا هكون زوجه مخلصه ليك وزوجه مخلصه لحماتي، وهوعدك اني هتغير وهبقى احسن وهكون الزوجه المثاليه لوالدتك. وصدقني انا بعد اللي حصل لابني وانا عرفت ان ربنا كان عقابه ليا شديد، وربنا حرمني من اغلى ما كنت اتمناه ان يكون في حياتي دلوقتي. بس انا للاسف خلاص كرهتها وتعقدت منها، واستحالة ان هي يعني تدخل في حياتي مرة تانية. وانا على قد ما الابتلاء كان صعب عليا ان انا ابني يموت من غير حتى ما اشوفه وودعه، على قد ما انا بحمد ربنا ان مفيش بيني وبينها ربط، عشان خاطر انجبر ان اعيش مع واحدة عندها قلب قاسي زي كده وجحدة وما عندهاش ضمير. فانا دلوقتي خلاص، هي طبعا لما ولدت والجنين مات طلعت من المستشفى على بيت اهلها، وانا حاليا بفكر ان انا اطلقها والله يسهلها بعيد عني، وربنا يرزقني بخيرا منها بواحدة بنت حلال تراعي ربنا فيا وفي امي. وعندي امي اهم مني كمان. اهم حاجة الرحمة في القلب مش بالكلام. هي كانت بتزوق لي الكلام ان هي مخلصه مع امي وكويسه، بس لولا الكاميرات اللي كشفت الحقيقه كان زمان امي كانت زمانها اسيره في عذابها وان هي استضعفت امي لما عرفت ان هي عندها زهايمر ما بتعرفش تحكي وبتنسى، ودمرتها جسديا ونفسيا. انا ما عادش عندي استعداد يعني ارجع لانسانه زي كده. انتوا انصحوني اعمل ايه؟ انا خلاص من جوايا يا جماعه والله ما عدتش طايقها وبكرهها، وما عدتش، واستحالة ان اثق فيها تاني وادخلها في بيتي وفي حياة امي بعد اللي انا شفته بعناية. فانا خلاص بقرر ان انا اطلقها. انتوا شايفين ارجعها ولا اطلقها؟ ولا انا القرار اللي انا خدته ان كل واحد يروح لحاله ده قرار غلط او ظالم؟ مفيش بعد الام الجنة تحت اقدام الامهات. انا بدعي من الله ويا ريت تدعوا لي ان ربنا يخرجني من حياة الست ديت على خير، وان يرزقني بواحدة تكون حنونة القلب رحيمة القلب، تكون فيها حتة الرحمة، عشان خاطر امي مسؤوليتها محتاجة واحدة تخاف ربنا مش واحدة تمثل. وانا اللي شفته من مراتي كتير قوي في حق امي خلاني صدمني منها وخلاني قفلت مرة واحدة. عمر ما اتخيل ان هي ترجع لحياتي تاني، وان انا اشوفها بتعامل امي حتى لو بالخير. انا ساعتها برضو ذكريات اللي في دماغي واللي انا شفت بعينيا بتأذي بيه امي عمر ما هتتمحى من الذاكرة. فانتوا دلوني اعمل ايه، واكيد لكم تعليقات ورأي يمكن افضل من رأيي. بس اهم حاجة وانتوا بتكتبوا لي التعليقات بصوا بنظرة الرحمة لأمي المسكينة اللي عندها زهايمر حاد. يعني لو ما تعاملتش ما فيش حد عاملها بما يرضي الله، أمي ممكن تروح فيها. أهم حاجة اللي عايز فعلا يتعامل مع امي لازم يكون بيخاف ربنا، لان من خاف ربنا سلم. وانا اللي انا جربت مع الانسانه دي يخليني اخاف مليون مره ان هي تدخل حياتي مره تانية. لا يسلم المؤمن من جحر مرتين. فانتوا برضو اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي اعمل ايه. وامي فوق الجميع، امي فوق مراتي وفوق اي حد. اهم حاجة عندي اني اكسب رضاها واكسب الجنة اللي تحت اقدامها. يا ريت تكون حكايتنا النهاردة نالت اعجابكم. ما تنسوش تكتبوا له في التعليقات يعمل ايه. ويا ريت يكون موضوعنا عظة وعبرة لكل اللي يسمعني. راعي ربنا في حماتك. دعوة الام الام بتستغفر لكن الحما دعوتها للسماء، ولولا ما هي غضبت ربنا في حماتها ما كانش ربنا عاقبها ان تتحرم من ضناها ويوم ما تولده. فربنا عقابه يعني صعب. ظلم ظلمات ليوم القيامة. يا ريت يكون حكايتنا كان فيها عظة وعبرة للجميع. متنسوناش في الاشتراك والدعم وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يصلكم مننا كل جديد. وبكده حكايتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.